5 جمل لو سمعتيهم من الشخص اللي في حياتك اعرفي انه ناوي يبعد. البنت دايما بتحس لما العلاقه بتبدا تبرد، بس المشكله انها دايما بتقنع نفسها ان كل حاجه تمام رغم ان في اشارات واضحه بتثبت لك العكس. هقول لك 5 جمل لو خطيبك او جوزك بدا يقولهم لك كتير اعرفي انه بيجهز عشان يبعد، حتى لو لسه ما جابهاش صريح. الجمله الاولى: انا مش متغير، انت بس اللي حساسه زياده. لو حسيتي انه اتغير وبطل يهتم زي الاول وبقى بارد في كلامه او تصرفاته، ولما جيتي تواجهيه قال لك انت حساسه زياده، فاعرفي انه مش بس متغير، ده كمان مش مهتم يحل المشكله. مثال بسيط: لو قلتي له مثلا انا حاساك بعدت عني، هتلاقيه بيرد ويقول لك لا انت اللي بتفكري كتير في الموضوع. الجمله الثانيه: مش عارف احنا رايحين على فين. اول ما العلاقه تدخل في الجد المفروض تبداوا تحضروا للجواز وتلاقيه بيقول لك الجمله دي، فده معناه انه مش شايف مستقبل ما بينكم، او على الاقل مش متاكد اذا كان عايز يكمل ولا لا. الجمله رقم 3: اول ما يبدا يقول لك سيبي لي شويه مساحه. كلنا بنحتاج وقت لنفسنا، ده طبيعي، لكن لما الجمله دي تتكرر لك بشكل مبالغ فيه فده معناه انه مش بس عايز مساحه، هو بيجهز نفسه الحياه من غير. الجمله رقم 4: هيقول لك احنا ما بقيناش زي الاول، بس ده طبيعي في اي علاقه. هو فعلا اي علاقه بتعدي بمراحل، لكن الحب ما بيختفيش فجاه. لو قال لك كده اعرفي انه بيحاول يبرر احساسه بدل ما يحاول يصلح العلاقه. الجمله رقم 5: هيقول لك انا مش قادر دلوقتي، لسه محتاجين شويه وقت. دي الجمله اللي معناها ان قلبه وعقله ما بقوش في العلاقه زي الاول، وانه بيحاول يبعد بس مش قادر يقولها لك بشكل مباشر. السؤال ليك: سمعتي جمله من دول في علاقتك؟ استني اجابتكم في التعليقات.